اهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا منو وهو لحمه، مش هنسلقها ولا هنحمرها، هنعملها في شويه طماطم بصلصه طماطم. ويا ريت تعجبكم، واتمنى قبل ما نبدا في المنيو دعمكم واشتراككم لينا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، ونذكر الله ونصلي على النبي. زي ما قلنا معانا النهارده منيو لحمه، دي حوالي كيلو لحمه بقري صغير، تمام، مقطعينه كده مكعبات زي ما انتم شايفين. هنعمل ايه؟ قبل ما نعمل في اي حاجه خالص هنجيب شويه دقيق، واللحمه دي كلها هنعوصها كده بالدقيق، حاجات بسيطه كده بالدقيق زي ما احنا شايفين كده. طيب بعد ما حطينا اللحمه كده في الدقيق زي ما انتم شايفين، بنجيب حله على البوتاجاز وننزل بيها بحته سمنه، وندي اللحمه بتاعتنا صدمه على البوتاجاز. طيب بعد ما ادينا اللحمه بتاعتنا صدمه على البوتاجاز زي ما انتم شايفين كده، في نفس الحله اللي احنا نزلنا فيها اللحمه هننزل بشويه بصل اهو، وهننزل مع البصل معلقه سكر عشان انا عايز البصل يتكرمل، وبرده السكر بيقلل من الحموضه بتاعه الطماطم صوص اللي هننزلها بعد كده مع اللحمه. طيب بعد ما البصل احمر كده معانا واتكرمل، بنقوم جايين نازلين بثلاث مكعبات مرقه لحمه اهم، ومعلقه توم اهي، وبنقلب الكلام ده كله مع بعض. الاكل ده حبايبي انا ما مش اول مره اطبخها، انا بطبخها على طول لاولادي، وصدقوني كمان بيفضلوها عن اللحمه المسلوقه، جميله جدا جدا واتمنى ان هي تعجبكم. بعد كده بقى بننزل بمعلقه دقيق اهي، وبنقلبها مع البصل والمرقه اهو. ودول كانوا دول حوالي 3 قطع بطاطس مع شويه جزر، شويه خضر عندي في البيت قلت اعملهم مع اللحمه برضو، وبقلب ده كله ببعضه اهو، تقليبه حلوه كده اهو. وعندي بكون مجهز صلصه الطماطم وبقوم نازل بيها، واديهم تقليبه حلوه مع بعض. طيب بعد ما نزلنا بالبطاطس والبصل والطماطم، بنرجع اللحمه تاني اللي احنا اديناها الصدمه بتاعتنا في قلب الحله. طيب بعد ما حطينا اللحمه هنعمل ايه بقى؟ التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ ده الرط بابريكا، نكتر منها شويه الرط بابريكا، بتخلي الطعم بتاع الطماطم صوص مع اللحمه في عالم تاني خالص بصراحه يعني. وهنقوم نازلين بشويه ورق لوري اهو، مع شويه توت العرعر، لو مش موجود مش اشكال، بس توت العرعر بالنسبه للاكله ديت بيخليها يعني طعمها حلو قوي قوي يعني. وهنقوم نازلين بشويه فلفل اسمر، وندي تقليبه حلوه للتوابل دي كلها اهو، وبنخليها على البوتاجاز حوالي ساعه ونص بالظبط، وهنرجع لكم تاني. طيب حبايبي، وده كان المنيو بتاعنا بعد ما خلص، اللي هو اللحمه. مش لازم اللحمه على طول نسلقها او نحمرها، ممكن نعملها بشويه طماطم صوص مع شويه خضار بطاطس مع جزر زي ما انا عملته كده بالظبط، وخد على البوتاجاز بالظبط ساعه ونص اهو، مع شويه رز ابيض حلوين من بتوعنا. بسم الله. ودي اللحمه بتاعتنا مستويه اهي، مع شويه رز
وشوية بطاطس. فكرة هايلة بصراحة، يا ريت تجربوها. مش لازم اللحمة تبقى على طول يا مسلوقة يا محمرة. لو كان الفيديو عجبكم ما تنسوناش بالشير ولايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم.